السلام عليكم، أهلا بكم في قناة كود بالعقل. القناة دي هنتكلم عن البرمجة من منظور علمي وعام، مش مجرد كتابة أكواد، ولكن هنفهم طريقة التفكير المنطقية اللي بنحل بيها المشاكل باستخدام الكمبيوتر. لو أنت مبتدئ وحاسس إن البرمجة صعبة، أحب أقولك إن الصعوبة مش في البرمجة، لكن في الطريقة اللي اتشرحت لك بيها قبل كده، وعشان كده هنفهم الأساسيات ونطبق بشكل متكرر عشان نتمكن منها بإذن الله. البرمجة ببساطة هي عملية حل المشكلات باستخدام الكمبيوتر. بيكون عندنا مشكلة وبنحتاج نوصل لحل واضح ليها، وبعد كده نحول الحل ده لأوامر يفهمها الكمبيوتر، ودي خطوات هنمشي عليها في أي مشكلة هتقابلنا، وده اللي بنسميه بروبلم سولف، وهي أهم مهارة عند أي مبرمج قبل ما يبدأ يتعلم أي لغة. واحدة من أكبر الأخطاء الشائعة إن البرمجة حفظ. الحقيقة إن الكود مجرد وسيلة، لكن الأساس هو التفكير المنطقي، وهو إنك تقسم المشكلة لأجزاء صغيرة وخطوات بسيطة عشان تقدر تفهم كل جزء ونلاقي حل بشكل صحيح. الحقيقة إن بايثون من أفضل اللغات الموجودة في سوق العمل، وده لعدة أسباب. أول سبب إن صياغتها بسيطة، وده بيساعدك تفهم الكود بشكل أكتر بدون تعقيد. تاني سبب إن بايثون لغة قوية جدا وبنستخدمها في مجالات كتير زي ال AI والداتا ساينس والأوتوميشن، وده بيميزها عن لغات كتير. تالت سبب إن بايثون مستخدمة في شركات عالمية زي جوجل وانستجرام، وده بيوضح قد إيه إنها لغة قوية جدًا ومطلوبة في سوق العمل. إن شاء الله في القناة دي هنتكلم عن البرمجة بشكل متدرج ومنظم. هنبدأ بأساسيات بايثون والObject Oriented Programming، ودي حاجة متقدمة مش محتاج تفهمها دلوقتي، والكلين كود وحاجات متقدمة تانية هنتكلم عنها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. أتمنى يكون كلامي مبسط ومفهوم. أشوفكم في الحلقات الجاية بإذن الله.